صلوا على سيدنا محمد والآل ذوي الذكر الأمجد بصفات المحمود تعبد كي تصبح إنسان محمد أدب الله وربه ليعم الأكوان ضياه ربي بالمنزل زكاه ما أعظم أخلاق محمد إن شئت يا صاحي أن تحمد فتمثل بهداه لتسعد بصفات المحمود تعبد كي تصبح إنسان محمد. أشعار المقدمة سعد القليعي. إنشاد محمود التهامي. إن كان محمد صلى الله على سيدنا محمد. تشرف به معكم أمنية الإبياء. مستمعي الكرام، أبدأ وإياكم ببسم الله الحنان المنان، وأثني بالصلاة والحب والسلام على من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد وآله الكرام. بداية أرحب بضيفي الكريم دكتور السعيد محمد علي من علماء وزارة الأوقاف المصرية وإمام مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه سابقا. فضيلة الدكتور أهلا بك ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. مستمعي الكرام، كما وقفنا في الأسبوع الماضي مع جزء صغير من الخصائص الذاتية لذات النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، نقف اليوم مع جزء من الخصائص التي اختصه الله بها سبحانه وتعالى في الآخرة. دكتور سعيد، أبدأ مع حضرتك بأولى مراحل انتقال النبي الكريم من مرحلة الوجود البشري إلى مرحلة الوجود البرزخي، وأبدأ في أنه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان بسم الله الرحمن الرحيم: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. اختص الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم بأن أعلمه مكان قبض روحه الشريفة وموعد قبض روحه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. كيف كان ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد امتن الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالعديد من الشمائل والمزايا والخصائص التي فاق بها كل العالمين من إنس وجن وملائكة وغير ذلك من سائر المخلوقات. ومن ثم إذا تحدثنا عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول إنه مات من باب الأدب معه صلى الله عليه وسلم أو حتى الوفاة، وإنما نقول انتقل إلى الرفيق الأعلى. نعم، لأننا يعني نفهم كبشر أن الموت أو الوفاة دكتور سعيد أنه بينقطع هذا الشخص ويتحلل وينقطع دوره عن الدنيا وأهله في هذه الدنيا وكل شيء، ولكن هذا الانتقال النبي الكريم لأن دوره مستمر ولم ينقطع وما زال، فإذا نحن نسميه انتقال. ولكن كيف اختص الله بأنه علم مكان الوفاة وعلم موعد الوفاة ولم يثبت هذا لغيره صلى الله عليه وآله وسلم؟ ورد في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بكاء شديدا حتى عجب الناس من بكائه، زعما منه أنه ليس هناك داع للبكاء، لكن فقه أبي بكر الكبير بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام جعله يفهم
أن رسول الله خير بين أن يعيش في الدنيا وبين أن ينتقل إلى الآخرة فاختار ما عند الله. وهذه كناية عن قبوله صلى الله عليه وسلم لجوار ربه تبارك وتعالى. من هنا علم بالمكان الذي سيدفن فيه، وكان قد اشتد به المرض في بيت السيدة ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، واجتمع عنده في بيت السيدة ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كل أمهات المؤمنين، فاستأذنهن رضي الله عنهن وصلى الله على سيدنا محمد أن يمرض في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأذن له رضي الله عنهن. ومن هنا انتقل صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي ستقبض فيه روحه، إلى المكان الذي سيدفن فيه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث نقبض. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. دكتور سعيد، حابب ننتقل إلى خاصية أخرى وهي استئذان ملك الموت عليه. وكما قال جلال الدين السيوطي في الخصائص الكبرى أن سيدنا جبريل في الثلاثة أيام الأخيرة كان ينزل على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم ليطمئن على صحته وأحواله، وعندما جاء ملك الموت استأذنه قبل أن يقبض روحه. هل كان ذلك لبقية الأنبياء أم أنها خاصية لنبينا الكريم؟ بالتأكيد هذه من خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبالفعل كما تفضلت أن سيدنا جبريل كان يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة أيام الأخيرة من حياته الشريفة الكريمة المباركة، وفي كل يوم يزور ويستأذن. فلما كان اليوم الثالث نزل معه ملك الموت وظل خارج البيت. فقال سيدنا جبريل لسيدنا محمد: يا رسول الله، إن ربك يخيرك بين أن تبقى في هذه الحياة وأن تنتقل إلى جواره. وأشار إليه سيدنا جبريل عليه السلام: يا رسول الله، إن الله قد اشتاق إليك. هنا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه ملك الموت وأن يقبض روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من كنت في كتابك وما محمد إلا رسول، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد جد الحسنين وأبي البتول وعلى آله وصحبه وسلم. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. دكتور سعيد، ما زلنا في الخصائص التي اختص الله بها سبحانه وتعالى نبينا الكريم لحظة انتقاله ولحظة قبض روحه الشريفة. وكما كانت عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي الكريم من قبل القبل ومنذ الأزل حتى ما لا نرى عناية مثل في اللحظة التي قبضت فيها وبدأ أصحابه لا يدرون كيف سيغسلون الجسد الشريف، هل سينزعون ثيابه أم ماذا؟
فرض الله سبحانه وتعالى وبعناية الله سبحانه وتعالى كيفية الغسل للنبي الكريم. نعم، من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه تفرد في كل شؤونه وأموره وأحواله. وفي هذا التفرد والتميز أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء وقت غسل جسده الشريف احتار المسلمون من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، هل يغسلون رسول الله كما يغسل أحدنا ميته؟ واختلف الصحابة وظلوا في حيرة، فمن الله تبارك وتعالى عليهم بأن بعث إليهم شيئا من النعاس فناموا نوما حتى غط بعضهم وطيقا وإذ بهم يسحرون، كما جاء في الأثر سمعوا هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه، اغسلوه على حاله. سلام على رب حبيبي محمد درس شديد بالجلال سلام على وجه رسول محمد فيا نعم وجه ضيائي منسم سلام على قلب النبي محمد لطلق كحيل أدعة ومعلم سلام على فم حبيبي محمد به در جبيت منظم سلام 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 إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. دكتور سعيد محمد علي، ما زلنا في الخصائص التي تمتع بها النبي الكريم لحظة وفاته، وبعد أن وار جسده الشريف تراب غرفة السيدة عائشة الغرفة المحببة لديه، جعل الله هذه البقعة التي ضمت الجسد الشريف جسد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل بقاع الأرض، وهذه البقعة هي البقعة الوحيدة التي اقتطع الله سبحانه وتعالى من جناته فوق 7 سماوات في هذه الأرض. يعني الروضة الشريفة هي القطعة الوحيدة على وجه الأرض التي من الجنة. هذا على وجه التخصيص، لكن في الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال المساجد. لكن عندنا مساجد في كل الدنيا، حتى قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن على وجه التحديد والتخصيص كانت روضته صلى الله عليه وسلم التي كانت ممشاه بين بيته وبين منبره. وبهذا ورد الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وإذا قبره صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة، منبره صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة، ما بين القبر وما بين المنبر روضة من رياض الجنة. وحتى جاء في الحديث منبري على ترعة من ترع الجنة. قالوا وما الترعة؟ قال باب من أبواب الجنة. دكتور سعيد، يعني بعض العلماء يقولون أن هذه الروضة وإنما هي معنوي لما يتم من طاعة ومن صلاة ومن تسبيح في هذه الروضة أو في هذه البقعة، ولكن العلماء قالوا أن إذا كانت بالمعنى الحسي إذن فليس هناك إعجاز وليس هناك رفعة أو تخصيص للنبي الكريم، ولكن إجماع العلماء أقر أنها روضة بالفعل، لأن هنا تكون الخاصية والميزة والتميز للنبي الكريم. بالتأكيد هذا حق وهذا صدق، فكما ذكرت سلفا
أن المساجد رياض من رياض الجنة، لكن هل يحس المسلم بأنه في روضة من رياض الجنة إذا دخل مسجدا من المساجد مسلما يحس بأنه في روضة رسول الله؟ وفيما أظن أن هذه الروضة هي روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي والله أجمل من الجنة، هي والله أبرك من الجنة، لأن الجنة تتاح للجميع، لكن روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتاح إلا للسعداء. يا خير من دخلت بالقارئات، يا خير من دخلت بالقارئات، فأرضى من طيبهن القارئات، نفس الفداء بلوض أنت ساكن فيه جافاء، ففيه الجود والفرح، لولاك خلقت شمس ولا قمر ولا سماء ولا نور ولا قلب، أنت الحبيب، أنت الحبيب، أنت الحبيب، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته، أنت الصراط، أنت الصراط، أنت الصراط، إذا ما هلا القدر يا رسول الله، أنت الحبيب، أنت الحبيب، أنت الحبيب يا لسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. دكتور سيد محمد علي، نقف مع خاصية أخرى، وهي خاصية لم تكن لنبي من قبل ولكنها كانت للنبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل دوره مستمرا في حياة إنسان أمته، وأن يجعل صلته على الدوام مع إنسان أمته، عندما جعل أعمال أمته تعرض عليه في روضه الشريف، فما وجد منها حسنا حمد الله، وما وجد غير ذلك استغفر للمذنب من أمته. كيف هذه الخاصية التي كانت للنبي الكريم وحده فقط؟ بمثل هذا العرض الذي تفضلت به نبعث رسالة إلى كل مسلم أن يقترب من رسول الله، أن يتعرف على شخص رسول الله، أن يحاول أن يتصل بهذا الحبيب المصطفى الكريم الذي كانت حياته بل وكان مماته صلى الله عليه وسلم خيرا للأمة على الدوام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله. أما عن الجانب الأول والذي قد انتهى بانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، هو أنه عليه الصلاة والسلام قدم لنا من المبادئ والأخلاق ومكارم الأخلاق الكثير والكثير والكثير والكثير، وفي كل لحظة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم كان الخير للأمة أجمعين. وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى ما زال هذا الخير مستمرا، وسيظل إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، يعني حتى في الجنة إن شاء الله. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمال الأمة، والأعمال لا تعرض إلا على من هو حي. نعم، يعني من يعتقد أن النبي قد مات وانتهى دوره فليتأمل معنا هذه الخاصية وهذا الحديث الشريف. نعم. الأعمال لا تعرض إلا على من هو حي، كما ورد في الأثر بل والأحاديث نعم. الكثيرة المتواترة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه صلاته، أي يعني الصلاة عليه. فمن صلى من الأمة في شتى أقطار الأرض أو الكون كله وصله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه اسمه ونسبه إلى 7 أجداد أو 7 آباء من آبائه. وهذا معلوم أنه لا يعرض مثل هذا إلا على حي يدري كل ما يعرض عليه صلى الله عليه وسلم. وليست الصلاة وحدها، وإنما بالنص الشريف الصحيح أن الأعمال كلها. فما موقف رسول الله؟ قال فإن وجدت خيرا حمدت الله. يعني يحمد الله، كأنه يقدم الشكر لله نيابة عن كل الأمة، عن كل فرد في الأمة. يقدم الشكر لله تبارك وتعالى أن هدى الله هذا الإنسان، أن وفقه إلى طاعته، أن رشده، وإن كان غير ذلك. قبل أن ننتقل إن كان غير ذلك دكتور سيد، اسمح لي أن هنا يعني قد يعتقد المستمع الكريم أنه يشكر الله أو يحمد على الفعل الحسن ونقطة. لا، يعني الله سبحانه وتعالى قال دوام النعمة في شكرها. نعم. فإذا شكر النبي عليه الصلاة والسلام أو حمد الله النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النعمة التي أفضل الله على هذا العبد، هي تجعل هذه النعمة في زيادة وفي استمرار، يعني هذا أيضا دور كبير. أكيد. هذا ملمح هام وضروري وجميل يؤصله قول الله تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ويا حبذا إذا كان الشكر من رسول الله. نعم. وما يعني لا يجوز شكرنا في شكره. نعم. صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن وجد غير ذلك، وإن وجد غير ذلك استغفرت الله. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهين عليه أن يترك هذا العاصي لمعصيته، أو أن يترك لهوه ولعبه، ولا حتى أن يترك حتى يقدم على عذاب الله وغضبه وعقابه. لا والله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تتجلى هذه الرأفة وهذه الرحمة في شخص سيدنا محمد حتى بعد وفاته. فإذا عرض عليه من أعمال الأمة ما لا يليق بذات الله تبارك وتعالى، ما لا يليق من مسلم، استغفر الله تعالى. وهذا يؤصله أيضا ويؤكده قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. نعم. إذن فهذا العرض، عرض أعمال الأمة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو بمثابة طوق النجاة لكل إنسان في هذه الأمة. نعم. فيعني حتى على الجانب السيء. بالفعل دكتور سعيد، يعني إلى من يعتقد أن الرسول انتهى دوره يحتاج إلى تصحيح هذه العقيدة وهذا الحديث أو هذه الخاصية فقط هي أكبر دليل، لأن إذا كان الله سبحانه وتعالى قد علق أو ربط شرط قبول الاستغفار بأن نذهب إلى النبي وأن يستغفر النبي لنا، فهذا في هذه الخاصية هو النبي يستغفر لنا حتى إن لم نذهب وإن لم نطلب الاستغفار منه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. تتجلى هذه الحقائق عند العارفين العاشقين المحبين الصادقين المخلصين في معرفة الله ومعرفة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحب ذوق، ومن ذاق كما يقولون ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. إن الناس يتفاوتون في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يتفاوت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فإلى مزيد من حب النبي ليزيد حب النبي صلى الله عليه وسلم لنا. وكما تفضلت آنفا إن حب رسول الله هو أصل حبنا، هو سابق حبه سابق صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وهو صلى الله عليه وسلم طوق النجاة للأمة في الدنيا وفي الآخرة. يا صاحب الجاه، يا صاحب الجاه، يا صاحب الجاه النبي الشاكر المنتشر وذا الحمى الأنية الشديد
كيف وأنت عزنا يا رسول الله؟ أخاف بأسا تتري لئن أسأنا يا رسول الله وبدا منا اشتمام الولد. فاصفح يا رسول الله، فاصفح القادم الكريم عمن يشتري. فنحن يا رسول الله وإن كنا ذوي جرم عظيم خطر لمن زمرة منسوبة إليك يا رسول الله دون الزمر، فغر عليها واحمها، وإن جنت فاستغفري، وإن وحت يا خير خلق الله فطوها، أو قهرت فانتصري. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. دكتور سعيد محمد علي، وصلنا إلى الخطوة الأخيرة في هذه الحلقة. ففي حين قطع الله سبحانه وتعالى جميع الأنساب وجميع الأسباب لكل الخلق، كل الخلق كافة يوم القيامة إلا نسب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا سبب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. كيف هذه الخاصية ومدى مردودها على الإنسان في أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. دكتور سعيد، ما معنى كلمة سبب؟ يعني نحن نعرف النسب، نوضح سبب. لابد أن يكون لدينا فقه بالقرآن الكريم. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. لكن يستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسبه من هذه الآية الكريمة بهذا النص. ونحن نعلم أن السنة مبينة للقرآن، شارحة للقرآن، مفصلة للقرآن إلى آخره، وإذا فلا اعتراض. وعلماء الأصول يؤكدون هذا. كل سبب قالوا إن السبب هو الإسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين، وإذا فهو سبب لإسلام كل المسلمين. هذا السبب لا ينقطع يوم القيامة. لكن دكتور سعيد، هناك بعض العلماء قالوا أن أو فسروا السبب بأنه المصاهرة، يعني المصاهرة التي تكون سبب في الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إن لم يكن النسب بالذرية فالمصاهرة بتحقق هذا النسب فبتكون سبب. نعم. فهذا هو الذي جعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يحرص على أن يتزوج من سيدتنا أم كلثوم بنت سيدنا علي كرم الله وجهه، ورضي الله عن سيدتنا الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، حينما كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أميرا للمؤمنين، وبعث إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أن يزوجه من ابنته أم كلثوم، فقال إنها صغيرة، قال ولكن سأبعثها إليك فإن رضيتها فهي لك. وبعث إليها ببرده رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه. فلما جاءت إلى سيدنا عمر وكان في مجلس الصحابة في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر إليها وقالت: أبي يقرئك السلام ويقول لك هذا هو البرد، فإن رضيته فهو لك. وهذا كما يقولون رمي، يعني كناية عنها، كناية عنه. فقال لها: قولي له رضيت رضي الله عنك وعنه. ثم عادت رضي الله عنها وارضاها، فقال للصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفئوني يعني هنئوني. فقالوا: على ما يا أمير المؤمنين؟ قالوا: لقد تزوجت من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وبنت الزهراء رضي الله عنها وارضاها. فقالوا: وعلى ما نهنئها؟ إنها صغيرة يا أمير المؤمنين. قال: والله ما دعاني إلى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
كل سبب ونسب وصهر مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري، وإني قد حظيت من رسول الله بالسبب وبالنسب، فأردت أن أتصرف بالصهر. فهذا بيان لإذلال هذه القامة الكبيرة العظيمة سيدنا الفاروق رضي الله عنه وارضاه لمعنى نسب رسول الله، لمعنى مصاهرة رسول الله. فعظموا هذا أيها الأحبة، وهؤلاء ما يسمون في زمننا هذا بالأشراف، أبناء النبي الذين ينتمون إليه بنسب أو حتى بمصاهرة، أجلوهم فإجلالهم من إجلال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى كل من لا يعتقد أن النبي الكريم هو طوق النجاة في الدنيا وفي الآخرة ويوم القيامة ويوم العرض، فليعيد النظر وليصحح العقيدة، لأن به صلى الله عليه وآله وسلم ننجو في الدنيا ونفوز في الآخرة. شكري الجزيل لضيفي الكريم دكتور السعيد محمد علي من علماء وزارة الأوقاف المصرية وإمام مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه سابقا. شكرا جزيلا دكتور. شكر الله لكم ونفع الله لكم وتقبل منكم. وفي الجمعة القادمة إذن جديد بلقاء جديد في صحبة إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. الأداء الشعري أمنية الإبيار.